تخيل كده انك في اخر ماتش بتلعبه تتعرض للطرد ويتسف عليك من لا اله الا الله، خصوصا انك خليت منتخب بلدك يلعب شوط كامل ب10 لعيبه وتعرض لضغط شديد جدا، وفي اول ماتش تلعبه بعد الايقاف يكون اهم ماتش في مسيرتك. وده ليه؟ لانك هتكون مطالب انك تقفل على اهم عنصر واهم مفتاح لعب للفريق الخصم، وده حال محمد هاني الظهير الايمن لمنتخب مصر والنادي الاهلي اللي هيكون مطالب في تشكيله منتخب بنين، وهو الظهير الايسر يوهان روش، مش ستيف مونييل مهاجم، لكن يوهان روش هو اهم عنصر في تشكيله منتخب بنين، مش بس لانه سجل الهدف الوحيد لمنتخب بنين قصاد بوتسوانا في دور المجموعات، لكن لان منتخب بنين تقريبا كده اهم هجمه واهم اسلوب لعب بيعتمد عليه جيرنو رور المدير الفني للفريق هو انه بيلعب كره طويله مباشره للظهير الايسر، واللي بيقدر ان هو يخترق الجبهه اليمنى للمنافس. وبالتالي محمد هاني هيتلعب عليه ماتش كبير جدا، مطالب منه انه يكون مركز. فهل هيقدر محمد هاني ان هو يمنع روش ان هو يسجل قصادنا؟ وهل هيكون قد المسؤوليه ولا هيخذلنا زي ما خذلنا قصاد جنوب افريقيا؟